بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخواننا وأعزائنا أبطال القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، حقيقة اليوم في اللجنة المالية قررنا مفاتحة رئيس الوزراء ووزارة المالية لإنصاف أبطالنا. حقيقة هؤلاء الأبطال الحاضرين الغائبين في الانتخابات تستعين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالموظفين كي يقوموا بدور موظفي اقتراع، وهذا اليوم الذي يؤدون فيه هذه الوظيفة هناك أجور لا تقل عن 150 ألف دينار تمنح لهؤلاء الموظفين، بينما أبطالنا أبطال القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد والمخابرات والأمن الوطني للأسف الشديد رغم دخولهم الإنذار ورغم التعب ورغم خروجهم إلى مراكز الاقتراع ويقومون بصرف أموال على الأرزاق وغيرها بسبب بعدهم عن مراكز الطهي، إلا أنه للأسف لم يتم ذكرهم بأي شيء. لذلك ستكون هناك مطالبتين بالنسبة للقائد العام للقوات المسلحة أن تمنح قواتنا البطلة قدم 6 أشهر لكل من سيشارك بالإنذار ويشارك في عمليات الاقتراع، وأيضا صرف مستحقات حالهم حال موظفي الاقتراع، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه إلى قواتنا الأمنية.